ازيكم عاملين ايه؟ في كتاب The Creative Mindset Mastering 6 Skills That Empower Innovation الكاتب جيف وستاني دي جارفي قالوا لنا ان في 6 مهارات لو اتعلمهم اي كرييتيف حياته كلها هتتغير. واحنا هنا في The Creative Cast بنقول لك ان وسط كمية التطورات اللي بتحصل حوالينا ما بقاش كافي انك تكون مجرد كرييتيف، سواء بقى كنت بتشتغل في الماركتنج او الادفرتايزنج او الكرييتيف اندستري بشكل عام. في كمية تحديات بتظهر في السوق كل يوم كبيرة جدا، انت لازم تاخد بالك منها. في AI بقى موجود في كل فيلد، ايا كان بتشتغل كونتنت كريتور في AI، بتشتغل جرافيك ميديا، اي حاجه دلوقتي بقى فيها AI. في منافسه كبيره قوي على الفريلانسنج على مستوى العالم، وكذلك في شركات بتقفل بس في شركات برضو بتفتح، وفي فرص جديده بتظهر. في الحلقه دي من The Creative Cast هنتكلم ان انت مش كفايه بس ان انت تكون مجرد كرييتيف، هنتكلم كمان على العقليه المثاليه للكرييتيفز، وهنتكلم على علاقتها بالجروث مايند سيت. ودي اكتر حاجه انا بحبها لما بنعمل ميرج ما بين الاثنين. انا احمد متولي وانت بتسمع The Creative Cast، ويلا بينا نبدا. ازيكم عاملين ايه؟ بقالنا تقريبا اسبوعين ما بننزلش حلقات، فانا متضايق بسبب الموضوع ده شويه، بس اللي مفرحني ان احنا تقريبا عدينا كسرنا اكتر من 3000 سبسكرايبر على كل البلاتفورمز، و كسرنا 12000 استماع. فشكرا ليكم جدا 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 على كميه الدعم ده الحقيقه. وقبل بقى ما نبدأ الحلقة ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب على اي بلاتفورم انت تسمعنا من عليها. The Creative Mindset هو كتاب بيتكلم على الانوفيشن والابتكار والحاجات الحلوة كلها اللي احنا ككرييتيفز هي جزء من شغلنا بمعنى اصح. في جيف وستاني قالوا لنا ان في 6 مهارات اي كرييتيف لو اتعلمهم حياته ممكن تتغير. بس عشان ندخل للجزئيه دي بشكل عام خليني اروح معاك لحته مهمه قوي في الوقت الحالي، ان كميه التطورات اللي بتحصل حوالينا في العالم بقت مش مخيفه. بدات في ناس تقلق ان الوظائف بتاعتها تنتهي. اول ما ظهر شات جي بي تي الناس كلها خلاص قالت خلاص مفيش كونتنت كريشن تاني، مفيش كونتنت رايتنج تاني، شات جي بي تي هياخد مكاننا. اول ما ظهر الاي اي تول اللي بتعمل الصور قالوا لك لا خلاص مفيش جرافيك ديزاينر. فالناس دلوقتي بقت بتخاف من اي حاجه بتظهر، مع انها انت لو بصيت لها بمنظور تاني شويه ان انت تقدر تستخدم الحاجه دي عشان تقدر تطور من نفسك بشكل اسرع وافضل، وان انت هتكون مميز اكتر. وده المهم قوي ان انت تختار التحديات بتاعتك بشكل صحيح. ودي كانت اول مهاره في الكتاب بتاع The Creative Mindset، ان انت تختار التحديات بتاعتك، ان انت هتلعبها ازاي بالظبط، هتتحرك ازاي، التحدي اللي انت هتبدأ فيه ده هيفيدك بايه، سواء بقى كان تحدي شخصي as a personal ان انت تذاكر كورس مثلا في مجال معين، المجال ده هتبدأ من الكورس في الليفل الفلاني هتنتهي في الليفل الفلاني، وفي الوقت ده انت هتتطور بشكل معين هيخليك ان انت تميز نفسك اكتر في السوق. وكذلك على المستوى البروفيشنال ان انت في اختيارك لشغلك، ودي نقطة كبيرة قوي احنا يعني الناس مش بتهتم بيها قوي بسبب الكاش، او ان الناس بتبحث عن المال. وحقكم بصراحة يعني كلنا دلوقتي بنبحث عن المال، ان انت ممكن تقبل شغل لمجرد الفلوس وهو مش هيضيف لك اي حاجة ومش هتحطه في البورتفوليو بتاعك اصلا. بس في شغل تاني انت لازم تقعد تفكر فيه كويس قوي، هل انا فعلا قد ان انا اقبله واطور من نفسي بشكل معين عشان اطلع الشغل ده بشكل بروفيشنال ولا لا. وسواء انت عملته قبل كده او ما عملتوش، فكرة ان انت تعمل محاكاة للافكار بتاعتك وان انت تعيد تطبيقها بشكل مستمر، دي باور من السكيلز اللي جيف وستاني قالوا لنا عليها. وهي دي السكيل التانية بالتحديد، التكرار. مفيش سر بكل بساطة خالص، يعني مفيش سر للنجاح، مفيش سر لأي حاجة. هو السر كله كان بيكون دايما في الاستمرارية والتكرار، وان انت تعمل الحاجة دي بشكل very professional. ففعلا انت يعني تخيل معايا كده، لو انت
كونتنت كريتور بقالك 5 سنين بتشتغل، البيس اوف كونتنت هتكتبها في قد ايه؟ شوف انت خلال 5 سنين دول كتبت كام بيس اوف كونتنت، كتبت كام سكريبت. الحاجه بقت في ايديك، ممكن تكون سهله جدا فبتعملها بشكل اسرع. وفي ناس غيرك لا مش عارفه ان هي تعمل الحاجه دي بسبب ان هي تعملها كل فين وفين، فاهمني؟ والموضوع ده بجد بيكون مؤثر بشكل انت ما تتخيلوش. ففكره ان انت تكرر الحاجه بشكل مستمر هي دي بالنسبه لي دايما السر. السكيلز الثالثه او السكيل الثالثه هي مضاعفه الافكار. في حاجه كده دايما انا مستغرب منها، وهي ان انت مثلا تكون كرييتيف ومش بتقرا، او بتشتغل في الادز ومش بتتفرج على ادز. فاللي هو طب هتجيب افكار منين وتبدا يعني تطور من دماغك وتشوف الناس بتعمل ده ازاي، وتشوف اوروبا وامريكا بيعملوا الحاجه دي ازاي. ففكره ان انت تالت سكيل واهم سكيل برضو ان انت دايما تكون على اطلاع بكل حاجه بتحصل حواليك، وان انت بتشوف كل حاجه، وان انت بتحاول ان انت تخلق افكار جديده. رابع سكيل وهي ربط الافكار بالقياسات. يعني ايه الكلام الحلو ده؟ يعني ما اللي انا هقوله ممكن يزعل حد، لكن يعني فكره ان انت ممكن تكون كونتنت كريتور فانت بتبيع السيرفيس بتاعتك على اساس ال20 انجيجمنت وال3 شير ومش عارف ايه، وهنوصل للبوينتس دي. ده ما بقاش بياكل عيش. الشركات دلوقتي مش بتبحث على انها يجي لها 10 لايك و20 لايك و30 لايك ومش عارف ايه. يعني انت كده على تيك توك انت بقيت مع انت طرت اصلا. كذلك في الميديا باينج ان انت بتربط كل شغلك بحاجه نقدر نقيس بيها الشغل. البيس اوف كونتنت دي دخلت لنا كام فلوس الشركه، حسنت لنا البراندنج ازاي، الايمج بتاعتنا اتشافت ازاي. فلازم تربط كل حاجه انت بتعملها في الوقت الحالي بمقياس معين تقدر تقيس بيه. خامس سكيل وهي المفضله الى قلبي وهي الستوري تيلينج. تعرف تحكي قصه، قدرت تملك قلوب الناس. يعني هي ما ينفعش تتقال غير كده. قدرت بجد تربط الستوري تيلينج او تربط اي حاجه انت بتعملها بستوري تيلينج. يا لهوي، يعني الناس بجد مش بتعشق ولا بتحب. الناس بتدوب في حاجه اسمها ستوري تيلينج. وعندنا الكامبينز بتاعت كوكاكولا تشهد، والكامبينز بتاعت ابل تشهد، والكامبينز بتاعت ماك تشهد. في حاجات كتيره قوي بتشهد للستوري تيلينج ان هو العصايه السحريه بقى. يعني دي بقى العصايه السحريه اللي ممكن ايه تخلي الناس فعلا مركزه معاك قوي وحباك، وفي فيلينجز وحاجات كتيره قوي. سادس سكيل وهي حلوه، يعني انا بشكرهم عليهم. وانت يعني انت قدامك 30,000 فكره، انت عايز تعمل 30,000 حاجه. ودي حاجه ككريتيفز كلنا بنقع بيها، او ناس شغاله في الكريتيف اندستري بتقع فيها. سؤال مني ليك دلوقتي حالا، رد عليا. يعني اكتب كومنت كده، انت عندك كام فكره في الدرج ممكن يتم تنفيذها بس ما عملتش اي حاجه؟ يعني انا عارف هذه الحيره عامله ازاي، وان الموضوع بيكون صعب، وان انت عايز تعمل ممكن عايز تعمل فيديوز، ثم وعايز تعمل بودكاست، وعايز تكتب مقالات، وعايز تعمل بيرسونال براندنج، وعايز 30,000 عايز، وفي الاخر تعملش اي حاجه. فالمهاره السادسه والاهم هو ان انت تختار افضل الافكار لتنفيذها، سواء بقى لنفسك او للعملاء بتوعك او لاي شخص او اي حاجه في الكون كلها. لازم دايما تبدا وتطلع حاجه من اللي في الدرج دول وتتحرك عليهم. وعشان خاطر يعني رجاء شخصي مننا دايما بنتعامل كاننا عيله. يعني ابعتولي قولوا لي يا متولي احنا بنفكر في 1 2 3 ايه رايك؟ يعني هتلاقوني سبورتر جدا في اي حاجه انتم بتعملوها او عايزين تعملوها ومعاكم. فيا ريت بقى نطلع الافكار الكتير قوي اللي في الدرج دول ونبدا. واخيرا يعني يا ريت بجد تبداوا في الحاجه اللي انتم عايزينها، لان ده يعني احنا ممكن نسميه الخوف من التطور او خوف
من اللي جاي. وده الحقيقة اللي احنا في الوقت الحالي كلنا بنقابله بشكل يعني صادم شوية. اول ما ظهر شات جي بي تي ناس كتير قوي اتخضت وقالوا لك لا ازاي الاي اي خلاص كده احتل مكاننا وبيكتب برودكت ديسكريبشن وبيكتب مش عارف كابز وبيعمل وبيسوي و30 الف حاجه. الناس بدات ايه تقول لك لا لازم ناخد بالنا في شخصيات مهمه جدا. قالوا لنا خلاص ما بقاش في كونتنت كريشن، بقى في شات جي بي تي، ما خلاص ما مش عارف في ايه، لا هنروح لشات جي بي تي. ما الاي اي موجود بقاله فتره كبيره اصلا يعني، بس الفكره ان الناس مش بتابعه يعني، او في نفس الوقت الناس مش بتتكلم كتير على الحاجه. في كميه تطورات بتحصل جوه المجال بتاعك، انت لو ما خدتش بالك منها وبدات يا تواكب التطورات يا اما تستخدم التطورات دي لصالحك وتبدا تستخدمها عشان توصل وتقدم الحاجه اللي انت بتقدمها بشكل افضل. يعني الماسترنج اللي هيتعمل على الاوديو قبل ما انزل فيديو قبل ما انزل الحلقه مش انا اللي هعمل شيء. انا كنت مره بقعد على ادوبي اديشن اقعد نص ساعه او ساعه بعمل بقصقص الصوت وبظبط ومش عارف ايه. النهارده في 5 دقايق هيترفع اي اي هيظبطه يجي يخلص عادي خالص. بس في نفس الوقت هل انا كده استغنيت على الساوند انجينيرنج او انجينير اوكي انجينير صح هل انا كده استغنيت عن هندسة الصوت بشكل عام؟ لا طبعا في حاجات الاي اي هيعملها اللي هو يشيل النايز يظبط الصوت سنة مش عارف ايه. بس في حاجة تانية مهندس الصوت هيعرف يعملها بشكل بروفيشنال وهو الميكس اند ماسترنج، فالاي اي ما يعملهاش. بس انا مش محتاج مهندس صوت، انا محتاج حاجه بسيطه قوي كانت بتاخد مني وقت كبير قوي لاني مش شاطر فيها، فاخلي اي اي يعملها كده. انا مش خفت او مهندس الصوت خلاص خاف وانا استغنيت عنه، لا هو عارف قيمته وعارف حجمه عامل ازاي، وانا رحت الحاجه يعني ما تتعبنيش بشكل اكبر وتسهل عليا ان انا اقدر ان انا انزل حلقات بشكل مستمر. ففكرة بجد ان انت قلقان وخايف ومتوتر لاي حاجة ممكن تحصل وقاعد بقى ايه اللي هو لا خلاص كده احنا اكل عيشنا انتهى. اكل عيشك مش بالاي اي، ده اول حاجة. اكل عيشك مش هينتهي لمجرد ان الاي اي ظهر. في ناس كتير قوي بتنافسك في السوق، في ناس شاطرة كتير قوي في السوق. في دلوقتي على الفريلانسنج بلاتفورمز في ناس بتيجي تقول لك والله احنا نعمل لك التاسك ده بس باستخدام الاي اي بس ب 20% من سعره الحقيقي، فده عادي خالص. بس اللي مش عادي خالص هو ان انت تفضل في نفس البوينت از كرييتيف وبس. يعني ايه او بالنسبه لي انا يعني ايه او اللي انا ممكن انصحك بيه بشكل شخصي شويه، وهو انك تتخلى عن انك تكون كرييتيف وبس. انك تنتقل من مرحلة ان انت مجرد شخص قادر ان هو generate ideas او عنده innovation skills او ايا كان من الحاجات اللي احنا بنبدأ نتحرك عليها في البداية، لان انت تنتقل لنقطة والله لا انت قادر ان انت تدير نفسك كبزنس. يعني ايه؟ لان النقطة دي مهمة قوي 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 مرة كمان، ان انت تبقى عارف السيرفيسز بتاعتك مين التارجت اودينس بتوعها، وهتعرف تبيعها ازاي، وهتروح لمين، وهتروح على انهي بلاتفورم، وهتبدا تعرض حاجتك ازاي، والبرزنتيشنز الخاصه بيك بتتعمل ازاي، وتفكيرك انت في اتخاذ النكست ستيبس هتحسبها ازاي، وايه اللي افضل من ايه. لان بجد في بوينت وحشه قوي ان في ناس دلوقتي لسه بتواجه فكره هل انا بكتب كوبي يقعد الكوبي اكتبها في ساعتين ومش عارف ايه. لا هو انت الفكره مش ان انت بتكتب كوبي او ان انت بتعمل ديزاينز في ساعتين، الفكره كلها ان انت ازاي تقنع الشخص اللي قدامك ان الديزاين اللي انت بتعمله له ده بيكون مهم جدا لايمج الشركه، وفي نفس الوقت من خلاله يقدر يبيع اكتر، ومن خلاله البراند بتاعه بيتعرف، وده محتاج له بزنس سكيلز، بزنس وسيلز سكيلز. فانت لازم تبعد عن حته ان والله العظيم الكونتنت بتاع الفيسبوك او السوشيال ميديا بوست والله انا ببيعه ب 100 جنيه. ما انت هتفضل دايما طول حياتك هتبيعه ب 100 جنيه
لانك ما اتكلمتش معاه على ان الكونتنت اللي هينزل ده في انهي ستيج من السيلز والماركتنج فانل، وهيكون هدفه عامل ازاي، وهيوصل البراند ده لايه، ولما الناس هتشوفه تحس بايه، وان انت بتتحرك بواحد اتنين تلاتة اربعة، ومعاييرك للتقييم الحاجة اللي انت بتعملها عاملة ازاي. فالشخص اللي قاعد معاك هيحس فعلا ان انت بتتكلم از بزنس وايز. هو مهمته كلها ان هو يقلل الفلوس اللي بيدفعها، او يقلل الكوست ريدكشن، او يقلل الكوست بشكل عام اللي بيحصل عليه كشركه، او ايا كان اللي بيطلب منك السيرفيس، سواء انت في شركه خارجيه او في شركه، سواء انت كنت في شركه او فريلانسر. فهو كل همه ان هو يقلل الفلوس اللي بيدفعها، لان هو مش حاسس بقيمه الحاجه اللي انت بتعملها 100%. فاللي عليك ارجوك ابدأ حسس الشخص اللي قدامك ان اللي انت بتعمله مهم، وهتحسسه ان هو مهم عن طريق ان انت تبقى فاهم بزنس وسيلز، فاهم الحاجة اللي انت بتعملها دي من الاول خالص. جالك كلاينت هتقعد معاه، انت عارف الكلاينت ده هو ده التارجت اودينس بتاعك اصلا، فهتقعد معاه ميتنج واثنين وثلاثة لحد ما تقدر تقفل الديل وتبيع بسعر كويس قوي. ولا انت شايف من البدايه ان لا، مش ده التارجت اودينس بتاعك، وان الميتنجز مش حاسس ان، بلاش مش حاسس عشان الجرافيك ديزاينرز ممكن يزعلوا، بس انت شايف ان الشخص اللي قاعد معاك مش هيشتري السيرفيس، وفي بروسيس كتيره ممكن تحصل، وفي حاجات كتيره قوي، فانت هتقرر ان والله لا. بس ده مش هتقدر تعمله الا وانت فاهم بزنس وجروث. طيب لما نيجي لحته الكرياتيف والجروث، لازم اوكي، لازم نبص شويه ان احنا عندنا 3 عقول، ايا كان بقى العقل اللي انت هتختار ان انت تتحرك عليه او هو هيكون عندك عامل ازاي. لكن بما انك شغال في الكرياتيف اندستري وكرياتيف، فانت اكيد شخص بتبحث عن التحديات، مالتي تاسكر، افكتيف بلاير، مش عارف ايه، بتقدر تشتغل مع ناس، وبتقدر تطلع افكار عبقريه والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها دي. بس في نفس الوقت انت لما بتيجي تعمل ميرج ما بين الجروث والكرياتيف مايند سيت، انت مش بس بتقدر تدور على المشاكل والتحديات، لا انت بتقدر تدور على المشاكل والتحديات وتحلها. وتحلها دي بقى دي اللي السوق دلوقتي بيدور عليها. انا لما كنت بتكلم مع حد من البيزنس اونرز اللي انا بشتغل معاهم، قلت له والله العظيم انت كبزنس اونر انت مش عايز حد يشتكي لك اصلا، انت مش عايز، يعني انت كفايه كميه الشكوى اللي جوه دماغك واللي بتحصل. انت عايز حد والله لا، انا ظهر قدامي المشكله الفلانيه انا حلتها بالطريقه دي، لان انا شايف ان الطريقه دي هي الانسب للبزنس، سهله خالص اتحلت. فدي الفكره، ان انت تعمل ميرج ما بين الكرياتيف مايند سيت والجروث مايند سيت. انت بتدور على المشكله بتروح تحلها، قادر ان انت تكون عندك كريتيكال ثينكينج بشكل قوي قوي، وفي نفس الوقت قادر ان انت تستخدمه لمصلحه المكان. انت قادر ان انت قادر تنجح حاجه بشكل فعلي، وفي نفس الوقت قادر ان انت تنجح حاجات تانية غيرك. يعني مش لازم ان انت عشان تعمل حاجة تنجحها ان الحاجة دي تكون بتاعتك، لا عادي ممكن تكون بتاعت حد تاني اصلا، فانت بتساعده ان هو ينجحها، سواء بقى بتساعده از بزنس، سواء بتساعده از مساعدة شخصية، سواء صاحبك اخوك ايا كان. بس انت كمان عندك يعني بتقدر ان انت تلعب التو رولز. كذلك ان انت بتقدر تشوف السي efforts وانت في اللعبه دي نفسها، او وانت بتليد اللعبه. ده مهم قوي لما تيجي تعمل ميرج ما بين الاثنين. فكره ان انت تكون في التو رولز، او تقدر تنقل من رول لرول بشكل سريع قوي، من ان انت مثلا مدير، بس مدير مش بيدي تاسكس، مدير بينزل يشتغل بايده على الحاجه وبيخلصها وبيساعد الناس وبيبدا يتحرك وبيشوف الحاجه بتتعمل ازاي وي ده بيكون مهم بشكل انت ما تتخيلش هو عامل ازاي. لان اللعبه لو فضلت تتلعب طول الوقت على ان انا بكتب كوبي كويسه، لا هو انت كده مش مميز في السوق. انت مميز في السوق ساعه لما تقول والله انا الكوبيز اللي انا كتبتها حققت ارباح للمكان اللي انا شغال فيه،
اورجانيك جاب كذا وبيض جاب كذا بس. فانت كعقل كرييتيف، انت شخص بتحب المشاكل عشان تلاقي دايما حاجة تدور عليها عشان تقدر تخلق افكار جديدة وتساعد ان الحاجة دي تتحل بشكل ما. بس وانت بتتحرك بتدور على المشاكل، بتدور على الحلول، وانت بتدور على الايدياز، بتدور على ازاي الايدياز دي ممكن تكون مفيدة للبزنس. وانت بتلعب رول جوه السيركل، ممكن تلعب رول اكبر منه، بس ان انت تقدر تمانج التو رولز في نفس الوقت. ممكن زي ما انت بتحاول ان انت تساعد نفسك طول الوقت على النجاح، لا انت بتساعد نفسك وتساعد غيرك بكل بساطة. ودي نقطة يعني مهمة جدا، وفي ناس كتيرة قوي ما بتحبش تلعبها. اما عنك انت كشخص، ودي رسالة مهمة جدا مني يعني، لان انا ما بحبش في الحالات الشخصية اطول خالص يعني. هو جاست احنا 1 2 3 4 مع السلامة. انت في الوقت الحالي كشخص ايا كان بجد مجالك عامل ازاي، في كمية مشاكل في الوقت الحالي في السوق. في ناس كتيرة قوي بتروح دول تانية عشان يقدروا ان هم مش هقولك يستمروا، لان هم هيستمروا هنا في البلد بشكل كويس لو انت في مصر يعني. وانا عارف احنا دلوقتي في ناس مننا كتير قوي بتسافر السعودية، وما ان احنا جبنا سيرة السعودية ففي 10% من اللي بيسمعوا البودكاست من السعودية. تحياتي من مصر. موجود في الرياض انا كمان 4 ايام. صراحة شغل وراجع. ففي ناس كتيرة قوي بتحاول ان هي تطور من نفسها او تسافر الدول التانية عشان تقدر تخلق فرص مختلفة. انت حاول ان انت تعمل ده، لو مش قادر حتى ان انت تروح بلد تانية او ان انت تخطو خطوة جديدة في اتجاه حاجة جديدة، لا حاول ان انت تعمل كل ده وانت قاعد في مكانك طول الوقت، سواء على لينكدين سواء على الفيسبوك. حاول ان انت تبيلد بيرسونال براندنج قوي، عشان بجد السوق دلوقتي والله العظيم بقى فيه منافسة محدش يتخيلها. ابدأ خد الستيبس، ابدأ طلع الحاجات اللي انت عينها في الدرج والافكار اللي انت عينها في الدرج. انت اللي انت فعلا لو كنت بدأت فيها من سنتين كانت في حاجات كتير قوي هتتغير في حياتك. ابدأ طلع شغلك للناس وظهره في والله العظيم في يعني في كمية تحديات في السوق، وفي فرص مهمة قوي في السوق بدأت تظهر. اللي قدها فعلا اللي هيقدر يتحرك بشكل كامل من دلوقتي. فيعني انا مش عارف هل الحلقة دي هتكون مفيدة ليكم ولا لا، بس انا حبيت ان انا اعملها. وبما ان البودكاست هو مساحتي الشخصية اللي انا يعني بكون فيها متولي بشكل كامل براحتي. عادي غلطت في الانجليزي عادي مش مشكلة، الار والال ما بعرفش انطقهم ورا بعض عادي مش مشكلة. احنا هنا قاعدين بنحاول ان احنا زي ما احنا بنحاول طول الوقت نطلع افكار. فالحلقات ما بتكونش سكريبتد، الحلقات بتكون جاست هيدلاينز قدامي. فليه لا نعمل اللي احنا بنحبه ونعمل اللي احنا عايزينه، ونحاول على قد ما نقدر نطلعه باحسن صورة ممكنة. انا نصيحتي ليك في نهاية الحلقة ان انت تشتري كتاب، تعملوا داونلود اي حاجة. كتاب The Creative Mindset، ما تشتريش النسخة الفري عشان حقوق الطبع والنشر وحقوق الكاتب، ما تعملش كده، احنا ما بنعملش كده. وانا عارف انه هيكون غالي وقتها، بس ده استثمار حلو قوي. ابدأ خد خطوات عملية، ابدأ ركز على نفسك بشكل اكتر، ابدأ ارسم لنفسك مايلستونز تقدر تتحرك من خلالها عشان تقدر تسكيل او تقدم في خدماتك بشكل اكبر في السوق. وما تنساش نهاية الحلقة تعمل لنا سبسكرايب، والحلقة الجاية فعلا هتكون مميزة اكتر لان احنا هنسجل من بلد تانية. فانا مبسوط ان احنا كنا قاعدين مع بعض شوية صغيرين دول، واتمنى بجد ان الحلقه تكون مفيده ليك، وان انت تاخد ستيبس على قد ما تقدر. اسمع تاني ال6 مهارات، لان ال6 مهارات مهمين قوي، بس انا عشان وقت الحلقه ما يكبرش مني ما رضيتش ان انا استفيد فيهم. وبتبدا حاجه جديده ابعت لي وقول لي ويلا بينا، وهتلاقيني والله العظيم يعني في ظهرك. انا مبسوط ان انا كنت قاعد معاكم الشويه الصغيرين دول. انا احمد متولي، وانت كنت بتسمع The Creative Cast. وما تنساش ان احنا كسرنا ال 12,000 استماع، 3000 فولور على كل البلاتفورمز. انت دلوقتي بتسمعنا على سبوتيفاي، ابل بودكاست، جوجل بودكاست، كاست بوكس، وانكر، وطبعا اليوتيوب.
اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.